قصة الأثيوبية المعروضة للبيع في مزاد علني بليبيا. نعيمة جمال بنت أثيوبية وعمرها 20 سنة، بتحلم زي أي شاب إن هي تهاجر لأوروبا وتبحث عن حياة أفضل. وبالفعل نعيمة سافرت تهريب ووصلت لليبيا في مايو 2024، وفي مدينة الكفرة الموجودة بجنوب شرق ليبيا وقعت في يد شبكة إتجار البشر. وللأسف الشديد المنطقة هناك معروفة بأنها مكان للعصابات اللي بيستغل المهاجرين اللي بيدوروا على الأمان وفرص العمل. المهم إن العصابة اتصلوا على أهل نعيمة وطلبوا فدية حوالي 6000 دولار، ومع كل اتصال بيكون معاه شوية صور على شوية فيديوهات لنعيمة وهي بتتعذب بشكل مرعب. وأصلا 6000 دولار يعتبر رقم خيالي بالنسبة لأهل نعيمة. ومن كام يوم بالظبط قرروا إن هم هيبيعوا نعيمة في سوق العبيد طالما أهلها مش هيدفعوا. واحد ليبي هيكون متضايق من كل كلامي ده طبعا وهيقول لي على فكرة يا فتوح انت كداب. هقول لك قسما بالله بيحصل اكثر من كده كمان، وحصل مع اصحابي شخصيا. طيب احنا استفدنا من القصة دي ايه يا عزيزي المصليك؟ هقول لك لو هتاكل في بلدك من تحت رجليك اوعى تفكر في السفر بطريقة غير شرعية مهما يحصل.